الأرقام التي ذكرت في الشوط الأول. الشوط الثاني الأرجنتين يعني تلعب بطريقة أفضل. تغيرت المعنويات، تغيرت النفسية، تغيرت الأرقام كذلك. إنما هو الأفضل الاستحواذ على الكرة 67 مقابل 32. التسديدات على المرميين الآن تعادلتا بعدما كان لمنتخب المكسيك أكثر التسديدات المؤطرة، تسديدة مقابل تسديدة، ولكن التمريرات الصحيحة التي وصلت من اللاعب الممرر الأساسي للاعب الذي تلقى تمريرة 395 مقابل 161. تغيرت الأمور. لكن إذا كان في الأول الاستحواذ اللي كان عالي للمنتخب الأرجنتيني، ولكن سلبي، ولكن صح. في أي منطقة كان الاستحواذ كان في نص ملعبك، في نص ملعب. لكن الآن أصبح الاستحواذ في الثلث الأخير، صح. ومن ثم خلقت منه فرص. الهدف مهم جدا، غير من أسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، تقدم بكتلة للهجوم. في كرة القدم مش اللي عنده الاستحواذ أكثر هو اللي بيمشي، ولكن في أي منطقة، في أي منطقة لازم. نعم. في منطقة الهجوم، مش منطقة الدفاع. نعم. طيب هناك تغييرات، ماكاليستر خرج وإيسيكيل بالاسيوس بديلا.